السلام عليكم أحبابي. اليوم جبت لكم فلفلة مشوية بنينة سهلة بالطوماطيس والثوم والزيت، جاية تشهي وتتاكل مع الخبز ولا مطلوع. خليكم معايا نشوفوا طريقة التحضير. هنا عندي فلفلة حمراء وفلفلة خضراء، غسلتها ودرتها تنشوى، وجبت مقلة هنايا درت فيها سنينات تاع الثوم نقليهم شوية. كي يدو تحميرة نزيد لهم طماطم حبة تاني هي نشلوها ونقطعوها. هنا فلفلة شويتها وقطعتها إلى قطع، غسلتها وقطعتها. والفلفلة هنايا الثوم بعد ما نشوى قلت لكم نزيدوا عليه طماطيس مقطعة، نقلعوا لها القشرة ونبداو نقلو فيهم. كي نشوفوا طماطيس دبالت نزيدوا عليها الفلفلة مقطعة اللي كنا شويناها، ونخلوها طيب على نار هادئة حتى تتجانس النكهات. ومن بعد نقدموها هنا في صحن التقديم. وهنا أنا نبغيها مزيتة، نبغي فيها شوية زيت، كان يزيد فيها زيت زيتون من الفوق تجي بنينة. وانا هنايا واللي يبغيها ماشي مزيتة نقص الزيت. وهذا هو الوصفة تاع اليوم، اقتصادية وبنينة بزاف. بما انه رانا في فصل الصيف رانا مع الوصفات خفيفة. درت لكم اليوم فلفلة، وهكا تكون الفلفلة مشوية واجدة بنينة وخفيفة. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك، ونتلاقاو في وصفة جديدة إن شاء الله، بالصحة والراحة.